إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ يا جماعة الفيديو ده أحاول أذكركم إن شاء الله اللي فيه اللي هي قناة لتعليم اللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة. ماشي، اللينك بتاعها بإذن الله هيكون تحت الفيديو. يا ريت يا جماعة إنكم تساندوني فيها زي ما ساندتوني في القناة ديت، وأنا هبدأها إن شاء الله ما يوصل عدد المشتركين ل1000 إن شاء الله. دلوقتي تعالى نتكلم على الفيديو الجديد بتاعنا. الجهاز على فكرة هو ضحية تانية من ضحايا شركات الشحن. هو أساسا الجهاز ده كان مبعوث لي عن طريق واحد قريب ليا، بخصوص ان انا اعمل له بس ريستوريشن، يعني تجديد، ارجعه لحالة المصنع فقط، بس ما كانش جاي لي عشان اصلحه. هو وصل لي من شركة الشحن بالشكل ده، بالرغم ان هو كان متغلف كويس جدا جدا جدا. طبعا وصل لي بالشكل كده يا جماعه، انتوا مش شايفينه، هو وصل لي متخلع يعني، متخلع خالص، وكل القواعد المسامير متكسره وكله. هنشوف الوقت طبعا. انا لسه ما جربتوش، ما حطيتوش في السيريا واشوف اخباره ايه، بس انا عايز اشوفه من اول قبل ما يكون احطه في السيريا. هاي. انا شايف هو يا جماعه دخلته من جوه، بس هنا انا شايف اللي هنا في زي كسر، ما هو الشرخ اهو، كسر اهيت. وبعدين المشكلة يا جماعة اللي ديت هي لوحة الباور الرئيسية بتاعت الجهاز. ده يا جماعة فتحوا فيه حاجات هي بتقع منه. انا هضطر ان انا افككه خلاص يا جماعة عشان كل حاجة تبقى ايه بالنسبة لي واضحة. بيتفك من قدام يا جماعة عشان اطلع الجزء ده اللي بره. ده لوت اوف واير، في سلوك كتير يا جماعة، هنشوف هو ماسك في ايه. نحاول نشيل اللي هنا اهوت. ها يا جماعه انا طلعت كل البورده بره. اول حاجه هنعملها ان احنا هحاول ان انا استخدم الاول اللاصق يكون قوي جدا. هنستخدم بوكس ستيل، ماشي، واحاول الحمها الاول، وبعد كده احاول ان انا ايه نشوف ايه الخطوط المقطعه. الفور ابلاين لازم يا جماعه اخلطها كويس جدا. No problem. After that we can remove the axis.
دلوقتي هنسيبها يا جماعة عشان تنشف لمدة ساعتين أو حاجة، وبعدين نرجع تاني. دلوقتي يا جماعة أنا بشيل اللي هو اللزق الزيادة. لازم نبقى حريصين جدا عشان إيه ما نكسرش اللوحة تاني. زي ما انتوا شايفين يا جماعة انا بحاول ان انا اشيل الاخضر ماشي عشان النحاس اللي تحت يبان، وده عشان اقدر ان انا الحمهم تاني في بعض. solder it back. طبعا انا ممكن اعمل كباري بس انا بفضل هي الطريقة دي. كده تمام. الكاتس اور نوت. دلوقتي ممكن يا جماعة نحاول ان احنا نقيس ونشوف اذا كان لازال في اي قطع في اي مكان ولا لا. البازر بنظبط يا جماعة الافوميتر بتاعنا على الصفارة، ونبدأ ان احنا نقيس بقى من هنا اهو. ماشي اهو يعني. تمام. من هنا لهنا دي تمام. اي مكان فيه قطع دي تمام. تمام. This is okay. This is okay. 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 And this is air. Okay. It is okay. It is done now. الوقت اتعملت يا جماعة. رجعنا لحمناها تاني بعد ما كفينا. انا هنتهز فرصة طبعا هو مفتوح لان هو اساسا كان جاي لي عشان ايه. احنا بعد ما بنخلص يا جماعة بننضف بنستخدم البلاور برغم اللي هو التنر ما بيعملش قفلة. دلوقتي نشوف يا جماعة نحطه في السيريا ونشوف هيشتغل هتوصل له كهرباء ولا لا، لان طبعا اللي كان مكسور دي كانت لوحة الباور، فهنشوف هيشتغل ولا لا. Now let's plug in the power protection circuit and see whether it will work or not, because the board which was broken it was the power board. Now let's see. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا جماعة، الكهرباء وصلت اهو، الوقت هو اشتغل. في كهرباء واصلة اهي، وهي دلوقتي ايه، هو اشتغل.